السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. معنا الممثل مختار أمين. الفنان مختار أمين اللي جسد شخصية سامي أو الأحنف أبو الرضا شنن في مسلسل عيلة الدغري، بيعد واحد من الفنانين الموهوبين الذين تألقوا خلال السبعينات وثمانينات القرن العشرين في تجسيد الشخصيات المساعدة في عدد من الأعمال الدرامية. ظهر في مسلسلات تلفزيونية عديدة وعدد من الأفلام السينمائية جذبت انتباه المشاهدين ونالت إعجابهم في ذلك الوقت. وبالنسبة للتلفزيون اللي لمع فيه أكثر من السينما، شارك في عدد كبير من المسلسلات وأشهرها من إنتاج دول الخليج وتم تصويرها خارج مصر. قدم شخصية سامي أبو الأحنف أبو الرضا شنن اللي كان بيحب عيشة دغري في مسلسل عائلة الدغري للمؤلف نعمان عاشور والسيناريست محسن زايد والمخرج يوسف مجدي، ونال شهرة واسعة في ذلك الوقت. الفنان مختار أمين تخرج من المعهد العالي للسينما وقدم عدد من الأعمال في السينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون، وجسد في أغلبها شخصية الشاب الطيب المغلوب على أمره. وقدم شخصية سمير شقيق الفنانة سعاد حسني في فيلم مفيش تفاهم، بالإضافة لأدواره في أفلام مذكرات تلميذة وامتثال وجزيرة العشاق وإضراب الشحاتين، وبالإضافة أيضا للفيلم المصري الياباني على ضفاف النيل. وجسد عدد من الشخصيات في مسلسلات اجتماعية وتاريخية شهيرة، منها شخصية فؤاد سكرتير مدير المديرية في مسلسل غريب في المدينة مع محمد رضا وصلاح السعدادي وعدد كبير من النجوم. الفنان مختار أمين له أعمال كثيرة، هنذكر منها فيلم مفيش تفاهم كان بيعمل شخصية سمير وده عام 1961، وفيلم مذكرات تلميذة وكان بيعمل شخصية أحمد سنة 1962، وكان بيعمل شخصية المهندس عادل قيق فريد في فيلم الرجل الثعلب، شخصية مجدي في فيلم نار في صدري، وشارك أيضا في فيلم سنة 1963 وفيلم إضراب الشحاتين كان بيعمل دور شحات سنة 1967، وشارك في فيلم برج العذراء، فيلم أرملة ليلة الزفاف، وشارك سنة 1980 في مسلسل معروف لسكافي. الفنان مختار أمين شارك أيضا في عام 1980 في مسلسله الشهير عيلة الدغري، وفي 1986 كان في فيلم الوزير جاي، وفي 1998 شارك في مسلسل وادي فيران، وأيضا في 1998 مسلسل حارة المعروف. سيادتك معايا ان مجدي ما موتش نفسه، يعني لازم حد ضربه بالرصاص موته. في واحد بس هو اللي يقدر يدلنا على القاتل، واحد مفيش غيره وكلامه اكيد 100%، القتيل. الفنان مختار أمين تاريخ ميلاده كان 9 أغسطس عام 1934، وتاريخ وفاته كان 2 يونيو عام 2001. الفنان مختار أمين وممثلين زمان ونجومنا الخالدين. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.